وين ما تحل التلفزة ولا الراديو ما تسمع كان على الذكاء الاصطناعي. مشينا للفوروم ميديترانيان دو لانتيليجنس ارتيفيسيال وحكينا مع بروفيسور هاشمي لوزير المدير السابق للانستيتو باستور، وسألناه يا اخي كيفاش الذكاء الاصطناعي ينجم يبدل خدمة الطبيب؟ في الصحة فما لو دياغنوستيك نكتشفوا المرض، وفما من بعد الدواء، وفما العيادات، وفما التصاور الراديو. هذوما كلهم حاجات اللي الذكاء الاصطناعي والانتيليجنس ارتيفيسيال تخدم فيهم. حابين نزيدوا نفهموا اكثر الموضوع. خذينا مثال متاع واحد من اصعب الامراض في تشخيصهم وفي مداواتهم اللي هو لطف عليكم اللوسيمي والا سرطان الدم. كي نلقاو اللوسيمي اللي هي نجموا نشوفوها افيك لو ميكروسكوب، يلزمنا نعملوا ان تيست جينيتيك نسميوه بالتقطيع جيني لك الانسان باش نعرفوا انا هو الدواء اللي يمشي معاه. دونك حاجه طويله تتطلب وقت وتتطلب ماديات وكل شيء. ايوه كيفاش الذكاء الاصطناعي يربحنا وقت باش نشخصوا المرض هذايا؟ دونك فما ناس طوروا هذه حاجه انا باهت فيها تو على ذاك عجبتني برشا. سيكو جاوش عملوا خذاو تصاور تقطيع جيني نحن نقولوا ا، وتصاور اخرين تاع تقطيع جيني ب، وتصاور تاع تقطيع جيني سي. 3 كاتيجوري اللي يلزمهم كل واحده يلزمها دواء معين، وهذوما كلهم في التصويره اللي يشوفوا في الميكروسكوب ما يراش ديفيرونس. تولي تعمل هي تولي تلقى تغييرات صغيره بالكل في التصويره اللي هي في علاقه متينة بالنوع متاع الجين. اليوم الذكاء الاصطناعي ينجم يعاون الطب وكل المدخلين في قطاع الصحة باش يسهل عليهم فهمين المعلومات الطبية من تصاور لتحاليل لتقطيعات جينية، ويعاونهم باش يحلوا المعطيات ولي باز دو دوني اللي كانت تطلب سنين وبرشا فلوس وموارد بشرية باش التشخيص يكون صحيح. لكن كان العيد زيد تتطور زعما كيفاش تولي خدمة الطبيب. استناو الكمالة في الحلقة الجاية باش نفهموا أكثر الحكاية مع سي هاشمي لوزير.